كاني عكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. في طرق الوصول إلى القلب السليم تحدثنا حتى الآن عن 3 أمور مهمة: إخلاص العمل لله، وتدبر القرآن الكريم وآياته، والخشوع. وفي كل واحدة من هذه تحدثنا عنها وعن ملحقاتها. اليوم نتحدث عن العامل الرابع والخامس في طرق الوصول إلى القلب السليم. أما العامل الرابع للوصول إلى القلب السليم فهو الدعاء، لأن هذا القلب الذي يشغلك بالكثير من الأوهام يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، ويحتاج إلى مدد من الله عز وجل، بأن يسأل العبد ربه أن يرزقه قلبا سليما وقلبا مطمئنا، قلبا خاليا من الأمراض والعلل والآفات. ومن هذه الأدعية النبوية الثابتة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. فالدعاء بسلامة القلب هدي نبوي وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يعتق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الأمر، الدعاء بسلامة القلب، أمر وارد بكثرة في السنة المطهرة. الإمام أحمد يروي من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الدعاء بسلامة القلب أمر مهم، وهو من صفات عباد الرحمن الدعاء بسلامة القلب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يخبر من قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالدعاء هو الجهاز العصبي لأي عبادة تتقرب بها إلى الله، لأن الدعاء هو التذلل إلى الله، وهي دلالة الإيمان في قلبك. لأجل ذلك ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. السبب في ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدعو جهة لا يؤمن بها. أنت
لا يمكن أن تدخل دارا وتنادي يا فلان يا فلان وأنت لا تعتقد بوجود ذلك الشخص فيه. أنت عندما تنادي إذن أنت تؤمن بوجود إنسان ولذلك تناديه، والإنسان بطبعه لا يمكن أن يدعو جهة لا تؤمن بوجودها، وكذلك الإنسان لا يمكن أن يدعو جهة لا تسمعه. واحد أطرش هل تناديه؟ أكيد لا. وكذلك الإنسان لا يمكن أن يدعو إنسانا عاجزا. إذا كان الرجل مشلولا هل تطلب منه المساعدة؟ مؤكد لا. فالإنسان لا يدعو إلا من يؤمن بوجوده ويؤمن بأنه يسمعه وقادر على تلبية ندائه. من أجل ذلك كان الدعاء وهو العبادة، لأنها مجرد ما يدعو الإنسان الله فإنه على يقين بوجود رب، وهذا الرب يسمعه وهذا الرب قادر على تلبيته. فالدعاء استعانة من عاجز ضعيف هو الإنسان أنا وأنت بقوي قادر هو الله عز وجل، استغاثة ملهوف برؤوف رحيم هو الله عز وجل. ابن ماجه يروي عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خاليتين. الإمام مسلم يروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي، يقول ربنا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالعامل الخامس أو الرابع للوصول إلى القلب السليم هو أن تدعو الله عز وجل أن يمنحك قلبا سليما. أما العامل الخامس للوصول إلى القلب السليم فهو الاستغفار. فالقلب يعتليه الكثير من الأمراض، من الحقد، من الحسد، من الغل، من الكبر، من العجب، من الشح، كما سنبين خلال اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. دواء هذه الأمراض والعلل وعلاجها هو الاستغفار، لأن القلب ينقلب حاله من السلم إلى المرض بسبب ما يكون فيه من هذه الأمراض، وعلاجها هو الاستغفار. فالاستغفار يشرح الصدر، والاستغفار يكسب النفس الطمأنينة، والاستغفار يطمئن القلب. اسمع إلى أعظم طمأنينة من رب العزة جل جلاله: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا.
الاستغفار يقوي الجسم، والاستغفار يصح البدن، والاستغفار يسلم البدن من العاهات والآفات. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يجلب الأمن من الفتن والمحن. الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء ينقل عن الإمام علي رضي الله تعالى قوله أنه كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله عز وجل. الإمام الغزالي ينقل عن الإمام علي كرم الله وجهه: كان لنا أمانان من عذاب الله في الأرض، فرفع الله إحدى الأمانين فدونكم الأمان الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الأول الذي رفع والذي كان أمانا لأهل الأرض من عذاب الله فهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. الدليل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمان الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد قبض إلى الله عز وجل. أما الأمان الآخر الذي بقي لنا والذي علينا أن نتمسك به فهو الاستغفار. الدليل: قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يساعد المجتمع والناس بأن يمدهم الله عز وجل بالغيث والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو صاحب القلب السليم، وهو الذي غفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبه، كان يستغفر الله. الإمام مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن نحن نبحث عن القلب السليم وعن الطرق الموصلة للقلب السليم، وما تعرفنا عليه خلال اللقاءات الماضية من طرق: أولا إخلاص العمل لله وإفرادك لنيتك في أعمالك وعباداتك لله وحده. الأمر الثاني هو تدبر كلام الله عز وجل من خلال القرآن الكريم. الثالث هو خشوعك وحضورك في الصلاة من أعظم ما يساعد في يقظة القلب. الرابع والخامس هو الدعاء والاستعانة بالله والاستغفار من كل الذنوب، ما نحن به عارفون وما خفي علينا ولم نشعر به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسهل لنا الطريق إلى القلب السليم، وأن يجعلنا جميعا ممن تبيض وجوههم في حضرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.